بيكم مطبخ سوزي، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض العيش البلدي، بس النهارده هنعمله في الطاسه. هيطلع معانا بالجمال اللي انتوا شايفينه، كل الارغفه هتتنفخ معانا، وهيطلع حلو جدا وطري. حلو قوي طبعا للسحور. ممكن نعمل سندوتشات منه. يلا بينا على الطريقه والمقادير يا حبايبي. المقادير بتاعتنا كيلو من الدقيق، نص هيكون ابيض ونص من الدقيق الاسمر اللي هو الحبه الكامله. الدقيق ده النوع ده احنا بنجيبه هنا من عندنا. من الناس اللي مش عارفه بيتجاب منين، بيتجاب من الاشبار، مكتوب عليه بيو فايسن فول كورن ميل. طبعا ده بيبقى حلو جدا واسمر زي بتاع مصر بالظبط. ومعانا نص معلقه من الملح، وكوبايه دلوقتي مؤقتا من الميه. ميه تكون دافيه، مش ممكنش من الحنفيه يا جماعه، لازم تكون دافيه ومش سخنه طبعا. ومعانا معلقه من السكر، ومعانا باكو من الخميرة اللي هي الفريش، وممكن نستبدلها بمعلقة من الخميرة البودرة. نحط نص معلقة صغيرة من الملح على الدقيق، وهنخلط طبعا المكونات كويس جدا بالمعلقة. معانا طبق هنحط فيه الخميرة بتاعتنا ونحط عليها السكر، وندوبها كويس جدا لحد ما تبقى سايلة كده. بصراحة حبايبي بحب الخميرة الفريش. دلوقتي هنحط عليها معلقة السكر الكبيرة، ونقلبه بالمعلقة لحد ما تبقى معانا الخميرة سايلة زي ما احنا شايفين كده. بصوا، دلوقتي هنحط عليها ربع كوباية من المية الدافية، ده من مقدار بتاع المية، ونركنها على جنب عشان نتأكد الخميرة بتاعتنا نتأكد الخميرة كويسة. ادي الخميرة بتاعتنا زي ما احنا شايفين، حلوة جدا. هنحطها دلوقتي على الدقيق، وهنكمل بقى مقدار المية. هياخد معانا تلات كوبايات الا ربع من المية. دلوقتي هنحط بقية الكوباية، وهنحط كوبايتين الا ربع تاني. اهم حاجة المية تكون دافية يا جماعة، ما تكونش من الحنفية او سخنة عشان ما تموتش الخميرة بتاعتنا. دلوقتي حبايبي هنعجن العجينة بتاعتنا في العجانة لمدة 5 دقايق، لو على ايدينا يبقى ربع ساعة لحد ما تتكون عجينة ناعمة. شكل العجينة بتاعتنا، العجينة بتاعتنا مش طرية قوي ولا يابسة قوي، زي ما احنا شايفين كده، بتلزق في الايد بسيط خالص. اخدت معانا 3 كوبايات الا ربع بالظبط، زي الكوبايات اللي انا حطيتها لكم قدامنا. دلوقتي العجينة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده، مش بتلزق في ايدينا خالص، والعجينة لازم تكون ناعمة كده وبتتمط معانا وشكلها حلو قوي. هنغطي العجينة بتاعتنا بالاسترتش راب ونسيبها في مكان دافي. هتاخد معانا حسب درجة حرارة الجو، تاخد معانا نص ساعة او ساعة. شكل العجينة بتاعتنا بعد ما خمرت ملت الطبق كده زي ما احنا شايفين. هنشيل الاسترتش راب ونبتدي نقطعها كور. طبعا معانا صينية مدهون مرش عليها دقيق اسمر. هنقطع، ومعانا طبق فيه زيت، هنقطع العجينة بتاعتنا كور، ندهن ايدينا بالزيت الاول، ونقطع الكور بتاعتنا زي البرتقانية الصغيرة كده، ونحطها على الدقيق زي ما احنا شايفين كده. الكورة مش كبيرة قوي. قطعناهم هنحطهم على الصينية، بس يا ريت نسيب مسافات ما بين كل واحدة واحدة عشان طبعا العجينة بتخمر معانا. بعد ما قطعنا العجين كله هنغطيه طبعا اهم حاجة بفوطة عشان الوش بتاعه ما ينشفش. وهنسيبه حوالي 10 دقايق، وبعد ال10 دقايق نبتدي نفرد ونشوفه مع بعض. دلوقتي حبايبي هنبتدي نفرد الأرغفة بتاعتنا. هنحط حبة دقيق على الرخامة، حبة مش كتير قوي يعني لأن العجينة بتاعتنا مظبوطة. هناخد أول كورة احنا قطعناها، ونحاول نفرد ندوس عليها كده بإيدينا الأول، بس طبعا بالراحة عشان خاطر ما نهبطش الخمور بتاعه. ونفرد بالمردنة من الأطراف الأول يا جماعة، ما نحاولش ندوس عليها من النص أبدا، من الأطراف الأول. هنعملها طبعا من كل الاتجاهات بحيث ان الرغيف بتاعنا يطلع متدور. لو حسينا المردنة بتاعتنا بتلزق ممكن ندهنها بالدقيق بالراحة كده خالص. هنقلبها دلوقتي على الناحية التانية عشان السمك بتاع الرغيف يطلع زي بعض، وما يبقاش حتة يعني ناحية عالية وناحية
رفيعة، ناحية سميكة وناحية رفيعة. بس أهم حاجة طبعا نشيل الدقيق اللي تحت منها، منخلوش يعني كتير، ونحاول ندور الرغيف زي ما احنا شايفين، ما يبقاش طبعا شكل الرغيف مش مدور. وده سمك الرغيف بتاعنا او الرغيف. فوطة كبيرة زي ما احنا شايفين هنحط الأرغفة بتاعتنا عليها. الفوطة دي حلوة جدا، مش بتخلي العيش يلزق. هنفرد واحد مع بعض تاني ونشوفه. هنفرده برضو كده نفس الطريقة بالراحة خالص كده، ونحاول نقلبه الناحية التانية وننفض الدقيق اللي موجود على العيش، ونفردها كده برضو يعني بتكون مدورة، ما تكونش بيضاوية ولا اي حاجة، عشان الرغيف بتاعنا يطلع حلو ومدور. وده السمك بتاعه. حاجة حبايبي، ننفض الرغيف بتاعنا قبل ما نحطه على الفوطة، نشيل كل الدقيق الزيادة. دلوقتي هنحطه على الفوطة لحد ما كل الكمية بتاعتنا تخلص. شكل العيش بتاعنا بعد ما قطعناه، عشان الفوطة بتاعتنا كبيرة، انا حطيت طبعا رق من تحت الاول او دور من تحت، وغطيت الفوطة، وحطيت برضو فوق من الفوطة دور تاني. اهم حاجة بس نغطي العيش بتاعنا عشان خاطر ما يعملش طبقة او ينشف. هنيجي في مرحلة التسوية، حطينا طاسة على النار، هنخليها تسخن طبعا كويس الأول. هناخد الرغيف من على الفوطة بالراحة خالص عشان خاطر ما نهبطش الخمور بتاعه، وننزله كده في الطاسة بالراحة برضو خالص. هنعد يعني حوالي 20 ثانية كده لحد ما الرغيف بتاعنا يشمع، لولا ما نقلبه على الناحية التانية. لما الرغيف بتاعي عدى عليه 20 ثانية أو الشمع من تحت وبدأ يبان بقليل كده من فوق، هنبدأ نقلبه من الناحية التانية بقى بالراحة خالص برضو، عشان خاطر ما نعملش خرم في الرغيف. لو عملنا خرم يا جماعة مش هينفخ معانا أبدا. هنسيبه برضو على الناحية التانية 20 ثانية وبعدين نقلبه. الرغيف بتاعنا من الناحية التانية الشمع، هنقلبه برضو على الناحية الأولانية، ونسيبه كده لحد ما يبتدي بقى هو هينفخ معانا، هنشوفه مع بعض. الرغيف بتاعنا بدأ يتنفخ زي ما احنا شايفين. الجزء اللي اتنفخ كده ندوس عليه كده بالراحة خالص عشان بقية الرغيف يتنفخ هو كمان. بص اهو اتنفخ كل الرغيف، وكل الأرغفة بتاعتنا الحمد لله اتنفخت زي ما احنا شايفين كده. بعد ما اتنفخ نبدأ نقلبه برضو الناحية التانية لحد ما يستوي من ناحيتين. يا جماعة مش معنى ان هو اتنفخ يعني استوى. هنبدأ نقلب فيه كل مرة على كل ناحية حوالي 20 ثانية لحد لقينا فيه خرم كده، ندوس عليه بالراحة برضو علشان خاطر يساعد على الانتفاخ. اهو زي ما احنا شايفين كده، نقلبه برضو الناحية التانية، وكده الرغيف بتاعنا استوى زي ما احنا شايفين كده. استوى طالما خد اللون الحلو ده. الرغيف بتاعنا استوى، هنطلعه بقى على صينية او على اي حاجة. معلش هو الرغيف كان سخن في ايديا. هنحطه على صينية، واهم حاجة نغطي الارغفة يا جماعة عشان خاطر بيساعد على الطراوة بتاعته، مع ان هو طري جدا وحلو. دلوقتي يا حبايبي هنعمل واحد تاني بنفس الطريقة. خدته بالراحة من على الفوطة وحطيته في قلب الطاسة. هنسيبه برضو 20 دقيقة. انا حبيت يعني اوريكم مرة تانية لحد ما يعمل الفقاقيع اللي هي بتتعمل على الوش. لولا ما هنقلبه اهو، نقلبه كده بالراحة خالص، هيتنفخ معانا وهيبقى جميل جدا. بس خلاص كده اتنفخ. هنبتدي ندوس عليه كده عشان خاطر كل الرغيف يتنفخ. هو بيتنفخ اهو من غير ما ندوس ولا اي حاجة. بصوا الجمال. بعد ما الرغيف استوى هنشيله ونحطه في الصينية ونغطيه برضو. هنعمل كل الأرغفة بالشكل ده. أنا هكمل المقدار كله ونشوفه بعد ما أخلص كل الكمية. يا حبايبي زي ما احنا شايفين الأرغفة بتاعتنا كلها خلصت. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ حاجة مفيش بعد كده. من كيلو دقيق عملنا الكمية دي 24 رغيف. كل الأرغفة بتاعتنا اتنفخت زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي هنشوف واحد مع بعض. بصوا الأرغفة كلها جميلة ازاي وطرية حلوة قوي قوي. هناخد واحد ونشوفه بقى مع بعض كده، نفتحه ونشوف الجمال ده مع بعض. بصوا هنفتح واحد زي ما احنا شايفين كده ونشوفه من جوه شكله ايه. حلو قوي يا جماعة للسندوتشات، للسحور، رمضان. كل سنة وانتم طيبين يا رب، يعود الايام علينا كلنا بخير. وطبعا العيش والمخبوزات عموما في البيت بتبقى حلوة قوي. اتمنى حبايب الوصفة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. ويا ريت تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك باسم مطبخ سوزي. سلام.